انا ما شفتش في حياتي اتحاد كوره هزيل بالشكل ده. انا ما شفتش في حياتي اتحاد كوره ضعيف الشخصيه بالشكل ده. ده بيتهيألي لو رحنا حتى الاتحاد الاثيوبي هنلاقيه اقوى من كده. يا جماعه اتحاد الكوره ده المفروض مش بس عامر حسين اللي يمشي. الزمالك طالب من ضمن شروطه ان عامر حسين يمشي، لا، اتحاد الكوره كله يمشي. لازم يكون شرط من الشروط ان اتحاد الكوره كله يمشي. اللي بيحصل ده مهزله، وانا مش عايز ان جمهور الاهلي يستغل الموقف ويقعد يقول ايوه نزل بقى الزمالك الدرجه الرابعه ومعرفش ايه وكويس ان هو مش هيلعب. لا، لازم يكون عندك علم ان الدوري او الكره المصريه او الاهلي بدون الزمالك ما يبقاش في دوري، ما يبقاش في لعب. هتلعب مع مين انت يا اهلي؟ عندك فرقه ايه ممكن تنافسك اصلا في الدوري؟ ولا الدوري بدون الاهلي يبقى دوري؟ معروفه الاهلي والزمالك قوه كبيره جدا في الدوري المصري وفي الوطن العربي. انا اتكلمت في فيديو سابق عن ان الزمالك طالما ارتضى ان هو يلعب مؤجلات يبقى يكمل مع الاهلي. ده راي منتهي منه. بس احنا دلوقتي بنتكلم عن المشكله وجذور المشكله. من الجذور، جذور المشكله ان في عندنا مؤجلات كتيره وان في عندنا بطولات وتوقفات دوليه ومش عارف ايه، والاهلي لعب في افريقيا والزمالك لعب في الكونفدراليه وفيوتشر معرفش لعبت في افريقيا وبيراميدز لعب في افريقيا. طيب يا سيدي يا سيدي بص على اقرب دوري ليك. يعني انا مش لاقي غير الدوري السعودي جنبي عشان استشهد بيه، لان عنده هلال ونصر واتحاد وكان معاهم الفيحة كمان، كانوا بيلعبوا في دوري ابطال اسيا. والاتحاد لعب معاك في كاس العالم للانديه، لعب اقل منك مباراه او مباراتين مش مشكله، بس لعب معاك في كاس العالم للانديه. بطوله كاس السوبر اتلعبت قبل ما الموسم يبتدي، فدي هنطلعها بره الحسب. فانت لعبت في افريقيا وهم لعبوا في دوري ابطال اسيا. تعال اتفرج على الجدول. الناس خلصت الدوري السنه دي مع كل الدوريات الاوروبيه، ما حصلش تاجيل ولا مباراه في الدوري السعودي لاي فريق غير نادي الهلال في مباراه نص النهائي مع العين بس، وكانت لظروف قهريه كمان. انا اهلاوي ومش من مصلحتي ان الزمالك لا يتعاقب ولا ينزل درجه رابعه ولا تانيه ولا تالته ولا الكلام الفاضي ده كله. الزمالك فريق كبير وعنده جمهور كبير، جمهوره تقريبا يعني اكبر جمهور في الوطن العربي كله بعد الاهلي. جمهور مش سهل، فريق عنده تاريخ كبير، فريق مش سهل. مش سهل ان انت تخسر فريق زي نادي الزمالك من الاخر يعني. عشان تقول لي اصل انا اتحاد الكوره وهعمل وعقوبات وبتاع وكلام ده، انت لا عامل ولا انت مسوي ولا انت تقدر اصلا ان انت تعمل حاجه مع فريق الزمالك. يبقى من باب اولى طالما انت مش قادر ان انت تعمل اي حاجه مع اي فريق كبير، يبقى على الاقل امشي صح عشان تلاقي الناس تقف معاك. انا لو انت ماشي صح هتلاقيني بقف معاك، حتى لو فريقي هو اللي في الطرف الثاني هتلاقيني بقول الحق معاك لان انت ماشي صح. انما انا مش شايفك ماشي صح. حتى لو فريقي غلطان هقف مع مين؟ هروح اقف مع فريقي. ده الطبيعي لان انت اصلا ما عندكش اي حاجه صح. فاحنا هنفضل قاعدين كده نستنى الفضيحه بتاعت الساعه 7، الاستاد يتفتح، الجماهير توصل، الفرقه توصل بتاعت الاهلي والجهاز الاداري والمنظمين والحكام، ونفضل قاعدين في الملعب ربع ساعه نص ساعه ونصفر الاهلي كسب 2-0 وانسحب نادي الزمالك. انتوا مفكرين دي هتبقى حلوه يعني؟ دي فضيحه، دي فضيحه مش للزمالك بس، للكره المصريه ككل. عموما النادي الاهلي مش طرف في الموضوع خالص. احنا كده كده هنروح الملعب وهنبقى موجودين، ولو الزمالك ما جاش وانسحب هيتحسب لنا 3 نقاط احنا محتاجينهم في الوقت الحالي. مش هنقول لا، شكرا على الهدايا اللي بتيجي، لكن الموضوع ككل محرج ومخزي جدا جدا جدا، وعيب في حقنا وعيب في حق المصريين اللي بيحصل ده بامانه. انا بطالب باستقاله اتحاد الكره ورابطه الانديه ولجنه المسابقات وكل ما هو مسؤول عن الكره في مصر.